ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم في شقه جديده للمبدع مهندس احمد شوقي، شركه مهندسين مصر. النهارده هنعرض لشقه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شقتنا النهارده من العبور، زي ما حضراتكم شايفين الشقه بتتمتع بجمال وروح عاليه جدا. دعوه حلوه من قلوبنا لاصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم، اللهم امين. حطولنا لايك لقمر النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا جدا الافكار اللي بنقدمها والديكورات لعروسه بتجهزي ست بيت بتجددي بيتك. كل فيديو باذن الله تخرجوا منه بفكره مفيده. بصوا بقى شقه النهارده، طبعا الشقه بسم الله ما شاء الله مساحتها حلوه قوي، متقسمه صح. هنا قطعتين في الريسبشن، تري وسفره، والمساحه حلوه قوي. بصوا هنا مكتبه التلفزيون، حجر ورا كده ورا المكتبه بشكل جبسن بورد سيمبل قوي، اضاءه خفيفه. تقريبا الشقة هنا معتمدين على اللون الاوف وايت، درجة واحدة بس من الدهانات، ودي من الحاجات اللي بتبقى مريحة قوي يا بنات وانت بتدهني بيتك. اعتمدي على درجة واحدة، بتريحك جدا في اختيار الالوان في الديكور، في الوان العفش، الموبيليا، الستاير. غير ما بتعملي الوان كتير، كانت فترة موضة نعمل اوضة لون او حيط، لا بالعكس. هو هنا بس ممكن ظهر حاجة بس عشان يعمل المنظر، بيغلف حيطة واحدة بس والباقي نفس الالوان. هنا ده المساحة دي في مدخل الشقة هتشتغلي تاني بشكل كونسول وجزامة. بصوا هنا دي المكان معمول حسابه لده. مهندس احمد شوقي دايما بيبهرنا بالتصاميم المختلفة، والباقات اللي بيعملها باقات السوبر الترا بيبقى باقة طبعا محترمة في التشطيب. بصوا هنا جمال المطبخ قد ايه سيمبل قوي بتفاصيل راقية جدا. بصوا تقسيمة المطبخ هنا، او هنا البوتاجاز والشفاط فوقه، غسالتين، وفي النص متقسم الحوض اهو، الصرف بتاع الحوض. وطبعا المساحه هنا سامحه بان يعمل الطريقه دي. طبعا الابيض في الاسود بقى يعني، هو الابيض الارضيه الكهربائيه كلها باللون الاسود، الرخامه اسود، فطبعا في تناغم عالي جدا وتنسيق رائع. شابوه دايما لمهندسين مصر لكل تفاصيل القمر اللي بيعملوها. ده رقمهم للتواصل اهو. بصوا الجمال بقى يا بنات في تصميم المطبخ. وانت دايما بتعملي مطبخك ركزي في الوحدات كويس جدا، التخزين والادراج العميقه، كل ده بياخد بيبقى وحدات تخزين حلوه قوي. الابواب دي كلها مستورده من تركيا، طبعا منها اكتر من شكل. بصوا هنا الطرقه، اصحاب الشقه هنا كانوا عاوزين العفش يكون ستيل شويه، فاختاروا البونهات اللي بالطريقه دي. مش عاوزين جبسون بورد، مش عاوزين تفاصيل كتيره، مش عاوزين آم، ستيل شرايح ستيل، عاوزين الشكل ده. طبعا هم طبعا بالاتفاق مع العميل بقى فاعملوا له الطريقه دي. كمان مش عاوزين اطارات في البلاط، البلاط او السيراميك او البورسلين واخد شكل ثابت جدا، وشايفين لمعته حلوه قوي. ده سيراميك الامبراطور اهو. بصوا بقى الجزء اللي في السقف كمان حلو قوي. الطرقه سيمبل قوي بتفاصيل حلوه باستغلال جدا. المساحه طبعا واسعه بس في تنسيق، مش بتحسي ان الدنيا فاضيه. هنا دي اوضه نوم الاطفال، طبعا في التشطيب النهائيه بقى لسه موجوده. والوصلات بتاع مكتبه التلفزيون هنا في الركن ده. والدهان الحيطه دي مختلف، الفيلفت. او يا بنات اللي يبقى فيه تمويجه شويه الفيلفت، ممكن تعملي كمان فيه لمع حسب ما انت حابه. بصوا قد الاوضه مساحتها كبيره بس سيمبل. الدولاب تحفه، الشرايح السلس اللي في ظهر السرير نفس التنجيد، نفس الشرايح السلس اللي في الدولاب. وهنا بصوا قمر المكتبه دي تحفه، عجباني قوي فكرتها. السلم بس من تحت مقفول، ففكرته حلوه قوي، حلوة قوي عجباني فكرته. بدل ما يبقى كله سلم منفرغ كده، حطي انتيكات، حطي اي حاجه بقى عاوز تحطيها تبقى في الجزء المقفول ده، وده الجزء المفتوح. وبصوا الجبسن بورد بتاع الاوضه اهو. انا مش من عشاق الجبسن بورد بس بحترم الناس اللي يعملوه برقي زي الطريقه اللي بيعملوه مهندسين مصر. ودي كده الاوضه. بصوا بقى الاوضه الماستر بقى موضوع تاني خالص، شغل فندقي راقي جدا. بصوا هنا ده ليفينج تحفه، معمول بشكل العرب، عادات العرب، القعده العربي اهي. بصوا كمان جمال الجبسون بورد فوق في السقف حلو قوي. الركن عربي سامبل مع الستارة بتاعتها مع المكتبة. وبصوا العمود ده هم عملوا غيروا في التصميم الهندسي شوية، هيحطوا هنا حجر وزرع، هيبقى شكله في النهاية حلو. فكرة الشقة دي لسه في لمسة أخيرة، بس حبينا نعرضها لكم بالجمال ده. لايكات كتير للشغل الراقي ده، واشوف بقى تعليقاتكم الجميله على الفيديوهات، ويا ريت دعم منكم اكتر بالفيديوهات. وسامحوني على التقصير الفتره اللي فاتت، ان شاء الله نرجع بقوه ونقدم لكم كل الحاجات اللي تعجبكم. ويا رب يسعد كل الناس اللي في الدنيا، وكل العرايس والعرسان ربنا يسعدهم وييسر لهم امورهم، ويقدروا يصمموا بيت
يستمتعوا بيه بحياتهم ويكون حياتهم هاديه ومستقره. اللهم امين. وارزقهم بالذريه الصالحه، وارزق كل البنات عرسان طيبين وكل الولاد زوجات صالحات. هنا بقى بصوا كده الحمام. بصوا بقى تصميم الحمام، البلاط اسود راقي قوي. هنا الكابينه الشاور. بصوا كمان الوحده هنا، الوحدات بتاعه الصرف والتشطيب كل الحاجات بنظام راقي جدا. وحده الحوض مودرن قوي بالمرايه التاتش دي بالوحده بتاعته. الشكل النهائي الحوض اللون الجولد واخد درجه من درجات السيراميك، فطالع بشكل نهائي راقي قوي اهو. بصوا الجمال. الابواب دي كلها المغلفه كلها مستورده من تركيا، وبتختاري التصميم اللي انت عاوزاه عند شركه باشمهندس احمد. تقدري مهندس مصر تختاري الباقه اللي انت عاوزاها وتتناسب مع مساحتك والوضع اللي انت عاوزاه او الامكانيات الماديه اللي انت عاوزاها. دايما بيعملوا لمسات، كل شقه بتحس ان فيها لمسه مختلفه رغم ان الشركه هندسيه واحده، وده الحاجه اللي بتميزهم قوي، انك بتعملي تصميم بيتك مختلف. بصوا بقى للاوضه دي وهنقعد شويه مع الجمال بتاع الاوضه الماستر. بصوا اولا المساحه. بصوا الجزء اللي ورا ده التغليف اللي ورا الدولاب، والجزء اللي ورا ده مش خشب اللي باللون الخشب ده، شكل تاني كده بتركب. انا مش فاكره الاسم بتاعه بالظبط، لكن بيديني شكل الخشب. الموضه دلوقتي في الديكور ده مع مكتبه التلفزيون، مع الحاجات اللي بتتغلف في الحيطان اللي في الصاله، لو جزء عندك ورا في صالون او بيديني الشكل ده مع الاباليك السيمبل دي. ما عادش فكره الاباجورات، فدي الحاجات الموضه قوي او الترندي زي ما بيقولوا. بصوا بقى هنا طبعا مساحة الأوضة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنحط بقى هنا عندنا كنبة أنتريه، وهيتحط بنكات. لسه اللمسات الأخيرة. أنا مستخسرة صراحة الفرو ده يتصور عليه في البدايات كده قبل ما السرير يتفرش، بس هو بيعرض لنا تفاصيل القمر بتاع أوضة النوم الفخمة، الأوضة الفندقية. طبعا بما إن مفيش دولاب هيبقى في عندي دريسنج. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قمر قمر قمر. بصوا المساحة حلوة جدا، جزء مقفول، وانا بحب في الدريسنج يبقى في جزء مقفول مع الإضاءة. شايفين بقى الجمال مع جزء بنكات. الأوضة تحفة. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الجمال تحفة. شايفين بقى حلو قوي ان انا بكون بصمم الدريسنج. شايفين كمان الإضاءات، وفي كمان نظام ساوند البيت كله. طبعا باشمهندس احمد بيهتم بتفاصيل رائعة. شايفين مراية كبيرة كمان، فالأوضة رائعة. كمان هنا كمان حمام اهو. بصوا بقى الحمام هنا وجماله. انا بحب اللون الرخامي قوي قوي، دايما بقول في كل الفيديوهات بعشقه. مختلف يعني، ممكن يكون قديم جديد بس هو لون دايما مريح. بصوا هنا النظام بقى بتاع الحمام ده. شايفين كمان وحدة الحوض نفسه الوحدة اللي تحته. بصوا دي أوضة فندقية حرفيا، أوضة رائعة. ربنا يسعدهم ويهنيهم. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكره. محتاجه دعم منكم اكتر للفيديوهات والحاجات اللي بنشوفها. احنا كمان لسه هنا ما استمتعناش بجمال السفره. خطوه خطوه كده بقى شوفوا السفره منفصله عن الجزء اللي شفناه في الاول. بصوا بقى الجمال. بصوا يعني رغم ان الشقه فخمه جدا، بيعجبني ان ذوقهم مايل للستيل اكتر. السفره سيمبل جدا، ما شفناهاش يعني في الاول. او بصوا التفاصيل اهو. الظهر هنا التجليد بتاع الحيطة مع البار او البوفيه. الجزء الحاجات الاكسسوارز كلها باللون الجولد يا بنات اهو. بصوا القمر هنا في التفاصيل. مفيش بقى الحاجات الكريستال قوي، الحاجات لا، مختلف. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش دعمنا بلايك وكومنت حلو في التعليقات.